السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. لو ما بتظبطش معاكي أو نفسك تجيبيها زي بتاعت بره بالظبط، تعالى أقولك نعملها إزاي. بس في الأول بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، واللحمة هنا لازم يكون فيها نسبة من الدسم، لو ما فيهاش ممكن تحطي معلقة كبيرة من السمنة. معايا هنا بصلاية فرمها فرم ناعم كده بشراها، واحط عليها ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة ملح، وهدعكهم في بعض كده كويس. وهبدأ ان انا اصفيهم بمصفى ضيقة. هخلي التفل لوحده، وطبعا دي مية البصل زي ما احنا شايفين كده عليها الملح والفلفل بتوعها. هاخد معايا التفل وهبدأ ان انا انزله معايا على اللحمة المفرومة. لو حابة تزودي زي كده شوية صغيرين من البقدونس فرمهم فرم ناعم، بيدوا طعم وريحة حلوة في الكفتة. وهبدأ ان انا اقلب المكونات كويس مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى ضروري ان انا احط معايا 3 معالق كبار من النشا. النشا هنا هتنزل عندي على اللحمة المفرومة وهتمص منها اي سوائل عشان ما تفكش منك. وانا التوابل بتاعتي بحط خلطة كفتة الحاتي بتاعت ماجي خطيرة يا جماعة. بحط نص كيس على نص كيلو لحمة مفرومة. عايز اقولك بتديكي الريحة بتاعت الفحمية بعد ما بتخلصي الكفتة كده. قلبتها كويس زي ما احنا شايفين. هنا بقى احط معايا بيضاية، بس هاخد معايا البياض بس عشان ازود تماسك بتاع الكفتة. والبياض هنا بيعمل طراوة للكفتة، بيخليها معاكي طرية مش ناشفة. طبعا ما ينفعش احط البيضة كلها، لان لو حطيتي الصفار كمان الكفتة معاكي هتبقى ريحتها زفرة. فانا باخد البياض بس، الصفار ممكن بقى اعمله في اي حاجة تانية. قلبت كويس معايا المكونات زي ما احنا شايفين كده، وهغطيها معايا باي استرتش كده واحطها في التلاجة، يعني اقل حاجة نص ساعة. لو حابة تستخدميها على طول مفيش مشكلة، بس التلاجة بتخليها تتسمغ معايا بتبقى احلى. هسيبها معايا فترة ما تقلش عن نص ساعة في التلاجة. وبعد كده هبدأ ان انا اطلعها. معايا هنا طماطمايه بشرتها ناعم قوي وصفيتها هحطها عندي على ميه البصل، وهبل بيها ايدي وانا بصبع الكفتة. ومعلش بتأسف طبعا لان هنا التصوير فصل من غير ما اعرف. صبعت معايا الكفتة زي ما احنا شايفين كده، وحطيتها عندي في صينية ما فيهاش اي مادة دهنية خالص، لان الكفتة هتنزل مية اثناء السوى وهتستوي معايا على طول. هدخلها عندي فرن على درجة حرارة متوسطة. مجرد عندي بس ما تاخد اللون هبدأ اطلعها على طول علشان ما تنشفش معايا. وده منظرها زي ما احنا شايفين، الله اكبر ما شاء الله، زي العسل وريحتها تحفة. حابة تحط لها فحمية مفيش مشكلة، بس هي لوحدها كده قمر. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله.